يقول قعدتنا بالخمسة الصبح، سحلته من مكان اللي نايم بيه من الاستقبال، خليته يم الدرج، شالته ذبته على الدرج ووقعته، قالت له قوم برجليها، قوم لا تمثل عليه ولا تتعاير. اثناء التشريح بالفعل هي انطته كميات من الملح والزيت شربته. بالضبط، خلي ارويدك نعم. الروايه بالتفاصيل اضافه الى اعترافها. حتى اني ثبتت بين اعتراف المتهمه وبين الكلام اللي وصل لي من خلال محضر التحقيق اللي انا كتبته، هذا دوري. نعم. بدت الساعه بالعشرة بالليل تضرب به، تبسط به، استخدمت كيبلات، استخدمت سكينه كآلة جارحه يسميها القانون، وطعنته اسفل الكلى. بدت قامت تفتح حلقه وتعصر اللي هي علبة الملح، حتى مو كيس وموجودة العلبة. قامت تدير بحلقة وتقول له إذا كرم السامع تدفله أخنقك. وبدت الخنقات مثل ما انوصفت إلي من قبل أخوه أحمد جدا دقيق. قال حتى أصابعها صارت هيك وهيك على الركبة. من إجيت طابقت كلام أحمد مع الآثار الموجودة على جثمان المجنى عليه مطابقة 100%. هاي واحدة. يقول بدا قام يتقيأ خطيه، اصرت على الملح مره ثانيه، وهذا الحكي اذا ما يبلع الملح بالسكاكين، اكو الاثار لحد الان موجوده. لحد ما وصل مرحله سقط ووقع على القاع. تقول سحلته خليته بمكانه اللي ننام به. يقول بقيت اني اداري للخمسة الصبح، بقى يتقيأ، شربته مي يتقيأ وينزف على الفراش. يقول قمت غسلت الفراش خليته على غير مكان على حسب الاصول. يقول بدا النبض عنده يضعف ما يتحرك. قام يقول وكلته خياره ومي، قام ما يتحرك عنده. يقول وصل المرحله اكو نبض به واكو حراره بجسمه، يفتح عيونه، اجل الله السامع تكلم على نفسه خطيه. هنا من خلال دوري بديت اجمع الادله وبديت تعرضها على الاطباء اللي عندي قبل لا يصدر التقرير. هنا فعلا ارتفاع كميه الملح بالدم عملت عده الى فقدان سوائل، وارتفاع كمية الملح بالدم هنا راح يسوي اغتشاء بالقلب، وممكن هذا راح يطلع بالتقرير الطبي. بدأ شو يسوي الجسم؟ يفرز السوائل ويحتاج إلى سوائل يعوضها على مود يقضي على كمية الملح. يبدي هنا الدم بالتخثر بداخل جسم الإنسان. يقول لحد الخمسة الصبح الولد تعب جدا. يقول قعدتنا بالخمسة الصبح، سحلته من مكان اللي نايم بيه من الاستقبال، خليته يم الدرج، شالته ذبته على الدرج ووقعته، قالت له قوم برجليها، قوم لا تمثل عليه ولا تتعاير. يقول بقيت اني يمه اداري بنفس المكان ما يتحرك الولد، اكو بي نبض، يفتح عيونه شويه ويسدها، اشربه مي ما يقدر يبلعه. يقول توفى الساعه بالتسعة الصبح عدل، تقريبا بالتسعة الا 5. يقول من التسعة الصبح من توفى انا ما ادري صار بي، انسحبت الغير مكان. يقول هي ظلت تطبخ على حسب الاصول، مارست طقوسها البلدية. ثم هنا الحد تقريبا الساعه بالثنتين وثلث الظهر. يقول انا لاحظت الديدان قامت تلتم علي. اتصلت بزوجها الساعه بالثنتين ونصف مثل ما وضح لي اياها. اتصلت بزوجها قالت له تعالي الابن تخربط موسى هيك وهيك. اجى زوجها وهذا الواقع اللي سردها زوجها من اتصل بالاجهزه الامنيه وابن عمه ومشت هاي الامور. نعم. اليوم مرحله وصلنا زوجة اب ترتكب هيك جريمه. زين يعني الشعر بموضوعة الملح هيك يسبب ضرر على يعني جسم الإنسان. تفننت بتعديل